اهلا وسهلا بكل اللي بيتفرجوا معانا. معاكم نادين علي This is the Liberated Minds Podcast، العقول المتحررة. ومعانا النهارده جست اهلا، ازيك؟ Relationship Life Coach، وهتكلمنا النهارده على الخوف من الكوميتمنت، الخوف من الالتزام في العلاقات. حابة ابدأ بان انتي تعرفينا اكتر عن نفسك، ازاي بدأتي رحلة الريليشن شيب كوتشنج؟ طيب، انا انجي سالم، ريليشن شيب كوتش ولايف كوتش وجريف كوتش. ابتديت الرحله ان انا كان عندي شغف كبير جدا عن العلاقات. كان عندي انترست كده ما بيني وما بين نفسي، افهم هو ايه اللي بيخلي علاقات تنجح وتستمر 50-40 سنه، وايه اللي بيخلي علاقات ممكن بعد 3-4 شهور تفركش. فكنت حابه افهم الموضوع بيمشي ازاي، هو المشكله فين في العلاقات، في الناس، في الراجل، في الست. فكان عندي ده بقى من زمان، ومن زمان بقى كنت بقرا كتير عن القصص بتاعت الريليشن شيبس ومش عارفه ايه وكل ده، فاهمه؟ بريد الجمعه ده انا كنت بقراه من زمان جدا جدا. حلو قوي. وكان دايما بيبقى عندي الكويستشن مارك بتاع هو ايه اللي ممكن يوصل الدنيا لكده، خصوصا ان كل اللي كان بتعرفيه وانتي صغيره ان دول كانوا اتنين بيحبوا بعض. يقول لك ده عشت قصة حب. بالظبط، اتنين بيحبوا بعض. طب يعني ايه بيحبوا بعض وبعدها يحصل ما بينهم اللي بيحصل ده؟ الكويستشن ده بقى فضل معايا. وكل ما بكبر بسأله اكتر، وكل ما بكبر وبقيت بقى، يعني انتي بقيتي نفسك بتكسبيرينسي حاجات قريبة منك جدا بتنجح، حاجات قريبة منك جدا بتفشل، وناس بتبقى ستك في حتت انتي مش فاهمة فيه ايه. وطبيعة الحال ان تلاقي حد ممكن يكلمك يحكي لك حاجة ياخد رأيك، وبعدين في حتة كده بتبقي ستك فيها، هو ايه اللي المفروض يتقال؟ ايوه. واحنا المفروض نقول ايه؟ طب هو اللي انا النصيحة دي صح، هي النصيحة دي غلط؟ الدنيا هنا بقى ابتدت، لا انا محتاجة ديك ديب. فقررت بقى ان انا I will follow بقى الحتة اللي انا اصلا بحبها من زمان، وهندرس بقى ريليشن شيب. اوكي. فكان بقى اول كورس ليا بداية بداية الريليشن شيب. خلصنا بقى الكورس بتاع الريليشن شيب، ابتدينا ننزل على ارض الواقع ونشتغل. لقينا بقى ان في حاجه بقى، يعني الريليشن شيب بعدها بقى في وجع رهيب لو الموضوع ما كملش. طبعا. فكان حظي حلو جدا ان كان في كورس اول مره يتعمل في الميدل ايست بتاع الجريف كوتشنج، والحمد لله ربنا وفقني وانا اول باتش متخرجه في الشرق الاوسط جريف ما شاء كوتشنج. الله. فقررت ان انا لا، انا عايزه اروح ابعد كمان، فندرس بقى الجريف. وقد كان، ودرسنا الجريف تحفة. ودينا اهو، يعني عايشين بقى مع الام الفقد، سواء العلاقات سواء كل حاجه. فحقيقي الموضوع موضوع عميق، طلع فيه حاجات كتيره بقى جوه كده احنا ما كناش نعرف عنها حاجه. طبعا. كل ما بتدرسي اكتر، كل ما بتتعلمي اكتر، كل ما بتقابلي كيسز اكتر، كل ما بتتعلمي حاجه جديده اكتر عن نفسك، عن الناس، عن العلاقات. فالموضوع يعني كبير بس ممتع. اه وبرضو I think اضافتك لفكرة الجريفينج او الاحساس المؤلم بعد الفقد ده، فكرة احساس بالخسارة، I think ده بيكونتريبيوت او بيساهم بشكل كبير جدا لفكرة العلاقات. لما حد يحس ان انا دلوقتي الشخص ده مبقاش معايا any longer، وحاسس بقى الوجع اللي هو ازاي بقى let go، ازاي اعدي اللي حصل ده. واكيد اعتقد بيجيلك كلاينتس كتير قوي بخصوص الموضوع ده. ما يعني احنا جزء طبعا من الريليشن شيب، يعني بيبقى فيه اللي هو الانفصال ده موجود يعني. فطبعا المرحلة اللي ما بعد الانفصال دي مرحلة مش سهلة، وبتحتاج ان الانسان يبقى عارف هو بيمر بايه دلوقتي، علشان حتة ان انتي بتمري بحاجة فالناس شايفة انتي بتعملي كده ليه، وانتي تقلب الموضوع على نفسك، هو انا جرالي ايه، هو انا اتجننت، هو انا السبب. ايه، هو انا السبب. فبيبقى فيه الفقد او الانفصال عموما بيبقى مليان من فقد امل واحباط وغضب فهي بتبقى حاجات كتيرة قوي جوانا، محتاجين ان احنا نعرف ازاي نتعامل معاها، علشان لما نمشي ونقفلها ما ترجعش تتفتح تاني ويبقى بس مسكنات. لا، احنا محتاجين، عارفة اللي هو ايه، عارفة الجراح ايوه. يخش كده ينظف الجرح ويقفل كده على نظافة زي ما بيقولوا. exactly هو ده اللي المفروض يتعمل في رحلة الجريف. برضو إضافة إلى يعني حتى نتكلم بقى على الجريف اللي هو دخل وحصل له الفقد، نتكلم بقى على اللي خايف يخش أصلا. حتة إن أنا خايف من الالتزام، يعني خايف أكمت لحد، خايف أختار الحد ده ويبقى معايا بقية عمري ويطلع مقلب يعني. فالخوف من الموضوع ده بقى بيجي منين؟ اوكي، طيب احنا نقول كده الاول بريف ايه هو فكرة الخوف. يعني خلينا الاول كده نفرق ما بين الدرجات بتاعة الموضوع. أوكي.
فانت عندك في يعني، وكمان احنا عندنا الخوف من الجواز، وعندنا اللي هو بيتسمى في المصطلح اللي بقى منتشر اللي هو الجاموفوبيا، وعندك الفير اوف كوميتمنت، ان انا خايف ان انا التزم. يعني الالتزام عامة بيمشي في نفس السكة بتاعة الجاموفوبيا، الاتنين عارفة سكين في منفذين بعض. على بعض كده. فالجاموفوبيا ده اللي هو انا عندي رهاب او فوبيا من الجواز اصلا ومن ان انا ارتبط، فده بيبقى ليفل كبير شويه. لو احنا بنتكلم على مستويات الخوف عموما، انت عندك اول حاجه خالص خالص، وانا داخل علاقه او هرتبط، الطبيعي ان انا يبقى عندي قلق، ما هي حاجه انا ما اعرفها، حاجة جديدة. والقلق ده لاي حاجه انت مش عارفاها. يعني لو انت رايحه مشوار ومش عارفه الطريق هتبقي قلقانه، ما ده طبيعي، صح. انا ما اعرفش. طيب فعندك القلق، والقلق الطبيعي احنا بنتكلم على ليفل القلق الطبيعي، مش على ليفل الانكزايتي اللي هو الزائد. ربنا يعني يشفي الجميع لو حد مريض بمرض القلق، دي قصة تانية. ولكن احنا بنتكلم على القلق الطبيعي اللي بيجي للبني آدم، اللي هو انا قلقان من الحاجة، فالقلق ده يحركني، يخليني افكر شوية اكتر، يخليني ادرس الموضوع، يخليني اقعد احلل الموضوع. كل ده تمام، انت اساسا لما بتقلقي بتتحركي، بتتطوري، بتروحي حتة، بتكتشفي حاجة، ده الطبيعي. وعندك الليفل التاني اللي هو ليفل الخوف، اللي هو انا النهارده حد متقدم لي وما اعرفوش، فتمام انا قلقان ان انا اساسا اقرب منه، اعرفه بتاع ما اعرفش ايه. طيب انا النهارده بقى في العلاقه مع بدا منه حاجات كويسه، فقررت ان انا اتخطب له مثلا، او اخش معاه في قرايه فاتحه او واتس ايفر، ومش باين منه حاجه وانا جوه الموضوع، بس انا يعني في شويه حاجات كده ايه ممكن تبقى مضايقاني، فان انا خاف ده امر طبيعي، انا جوه الموقف. يعني عارفه لو احنا قاعدين دلوقتي وقلت لك في تمساح تحت الترابيزه، طبيعي جدا انك تبقي خايفه، اكيد. فمحتاجه تطمني، محتاجه حد يقوم جاي شد التمساح ده ويقول لك تمام اطمني. فانت بتبقي طبيعي ان وانت جوه العلاقه يبقى عندك خوف لو شفتي شويه حاجات مش مريحاكي او واتس ايفر، وبعدين كل ما يحصل حاجه وتطمنك، المفروض ان انت تبداي تطمني عقلك وتقاومي الخوف اللي موجود ده لما يظهر لك العكس اللي بيخوفك. حلو قوي. الليفل بقى الاخير اللي هو بقى اللي هو بنوصل لمرحله بقى الرهاب، اللي هو انا كنت قلقان واتخطبت، وبعدين اتخطبت او قريت فاتحه، فالبني ادم كويس جدا مفيهوش اي حاجه، عملت له كل التقييمات اللي موجوده ومفيش اي حاجه، والدنيا ماشيه حلو وماشيه تمام، بس انا مرعوب وانا خايف، واقوم فجاه انا مش هتجوز وهفسخ الخطوبه مفيش حد كويس، يلا بقى. ومفيش اصلا حاجه تخليكي. فانت هنا الموضوع اتقلب من ان انت قلقانه ان انت داخله موضوع جديد، او ان انت خايفه من شويه حاجات باينالك ومحتاجه تطمني فيها، لان الموضوع ولا بقى للشخص ولا بقى لاي حاجه، وابتديتي تحطي بقى ان انا اصلا خايفه من فكره ان انا ارتبط او اتجوز، وافسخ الموضوع او اجري واهرب واسيب العلاقه او ما اكملش الموضوع لمجرد ان انا خايفه وبدون اسباب. ده رعب بقى جوايا انا، ايوه. عندي انا، ده اللي هو الفوبيا او الجاموفوبيا. اللي هي الاكبر شويه. اكبر وبقى ومن حاجات جوايا ممكن اكون اصلا مش عارفه سببها، بس انا خايفه، وافسخ الموضوع واهرب واجري ونسيب الموضوع ونجري. فدي الليفلز اللي هو مش كل خوف من ارتباط، او مش كل ما ابقى في علاقه وخايفه اروح اقول على نفسي لا لا يا جماعه ده انا عندي فير اوف كوميتمنت. قيمه، شوف انت فين فيهم عشان تعرف انت مين، وعندك فعلا فير اوف كوميتمنت، عندك جاموفوبيا، ولا ده القلق او الخوف الطبيعي بتاع العلاقات. لان خلي بالك لما اوهم نفسي بحاجه ساعات تخليني اخد الاكشن بتاع الحاجه اللي ممكن ما تبقاش فيا اصلا. صح. فدي اللي هي ايه، زي ما نقول بنفرش كده الترابيزه، يعني ايه اصلا او ايه فكره الخوف من الارتباط. مين بقى اللي بنقول عنده جاموفوبيا او مين اللي عنده فير اوف كوميتمنت؟ احنا هنا بنتكلم على الشخص السنجل اللي عنده قدرة على الجواز فعلا، يعني ما عندوش حاجة توقفه، يعني حد جاهز ماديا، جاهز نفسيا وعقليا وجسديا صحيا، يعني عنده كل اوريدي، عنده الكوميونتي بتاعته اللي يقدر يرتبط منها بناس، او ايفن لو في علاقة مثلا في حد متقدم لها، او اوريدي في بنت كويسة وهو عنده كل التولز وهو اوكي، بس اللي موقف الموضوع ان هو اللي واخد قرار انا مش هرتبط، او ما حدش يكلمني في موضوع الجواز، فهو اللي موقف، مش ما عنديش حاجه موقفاني. ده هو ده الشخص اللي بنقول ان هو ده السنجل اللي عنده فير اوف كوميتمنت. حابه اضيف لكلامك حته ان الخوف بيعتبر حالة رفض لحدوث حاجة في المستقبل. فبالتالي لو فرضنا مثلا ان فلان عنده خوف من الالتزام، فانا خايف او رافض حدوث حاجة في المستقبل ان مثلا التزم
واتحمل مسؤوليه كل حاجه بتاعت الشخص ده. فبالتالي الاقي نفسي اتسوحت بقى، ما انا اللي شايل المسؤوليه. ممكن يبقى كان في مثلا انماط اخرى لاهلي او لاصحاب اهلي او ناس حواليا، شفت مثلا ان الست او الراجل ايهما اقرب شايل مسؤوليه كل حاجه في العلاقه دي، فانا مش عايزه اتدبس. فحد بيفكر التفكير ده تقولي له ايه؟ طيب هو برضو يعني بعد ما شرحنا فكره الفير اوف كوميتمنت انت تقولي ده مهم جدا. فكره بقى ايه الحاجات اللي بتخلي الناس ما يعني تخاف سوري من الكوميتمنت؟ ايه بقى؟ عندك مبدئيا كل الحاجات هيبقى وراها في الاخر خوف، بس تعالي بقى نقول انواع الخوف دي. عندك اول حاجه الخوف مثلا من فكره التغيير في العموم. عندك تغيير في شكل حياتي، انا حياتي هتتغير، لقبي هيتغير من سنجل وانا براحتي مارد بقى وكلام كبير، لا لمثلا زوجة وفي عليا مسؤوليات والتزامات تجاه زوجي وبيتي وكده، او انا هبقى راجل متجوز فهبقى في ست في حياتي وخلاص هلتزم بيها. فانت عندك اول حاجة انا ببقى خايف اصلا ان انا هيبقى اسمي زوجة للكلمة دي بتشيلهولي، او ان انا يبقى اسمي زوجة للكلمة دي بتشيلهولي. عندك حاجة تانية مهمة جدا جدا، ان انت من اهم الحاجات اللي ممكن ناخد بالنا منها ان انت في التغيير ده بيحصل ايه؟ بتفقدي مكتسبات موجودة عندك. وخلي بالك ان هنا يفرق جدا السن، بمعنى كل ما سني هيكبر كل ما هيبقى عندي مكتسبات في حياتي اكتر، ابقى خايف ان انا اخسرها وتتغير. يعني عندي بيتي اللي عملته مثلا، خلاص انا عايش لوحدي بقالي كذا سنة، فبقى عندي بيتي عملته ورتبته وفرشته، عندي عربيتي، عندي شغلي، التايتل بتاع الشغل، مستقبل في الشغل لو ست مثلا وهتجوز وخلف ده ممكن يوقفني شوية. فبقى عندي مكتسبات انا خايف ان الجواز يوقفها لي او يعطلها لي او ياخدها مني. هيجي حد يغير ديزاين البيت، هيجي حد لو انا مثلا عندي عربيه دلع كده، لا ده انا محتاج مثلا عربيه فاميلي كار اكبر. فيبقى في مكتسبات. لما بنبقى في السن الصغير المكتسبات بتاعتنا مش بتبقى زي واحنا كبار. يعني لو انا مثلا بحب زميلتي اللي في الجامعه، يلا بينا نتخطب، يلا بينا نخلص جامعه ونتجوز، هي ايه المكتسبات اللي موجوده؟ قيسيها هتلاقي اصلا المكتسبات دي هم بيعملوها مع بعض، بيفكروا في شكل شقه مع بعد، الدرس هيكون عامل ازاي، وهتلاقيهم ماشيين في المكتسبات مع بعض، فاصلا بقوا هم من مكتسبات بعض. فيبقى في عندك قدام شويه اللي هو يلا نتجوز، ايه المشكله؟ انا ما عنديش حاجه. يعني فكره اني افكر في المكتسبات اللي هخسرها متبقاش موجوده قوي. فبيبقى شويه الموضوع اصعب كل ما سننا يكبر، علشان بنبقى عاملين اعتبار للتغيير اللي هيحصل في الحاجات اللي اوريدي موجوده عندي. عندك كمان خوف من تغيير الروتين بتاع الحياة. أنا بروح الشغل مثلا أرجع لو راجل مثلا أروح الجيم، أنزل أقعد مع أصحابي شوية على القهوة، أرجع البيت وأرجع البيت أنام براحتي، أصحى أروح الشغل وهكذا. البنت برجع ماما عاملة الأكل، أتغدى، وحتى لو رميت هدومي يا ماما هتشيلها لي، مش عارف إيه. فبيبقى فيه خوف جدا من تغيير شكل الحياة. أنا حياتي تغير. وخلي بالك إحنا مخنا بيعشق الروتين، لان هو مصمم ان هو يعني يحافظ على طاقتنا. ونمخ كل ما هتبقى عندك روتين في حاجه يقول لك يلا نقلل مجهود، يلا نعمل اللي عارفينه، يلا نعمل اللي حافظينه. يبقى عندك خوف من فكره ان حياتك هتتغير. من ضمن الحاجات على فكره الروتين ده، لو حتى ابسط حاجه انا بنام في الضلمه وهي بتنام في النور. على فكره انا حابه اقول لك ان حصل مع صاحبتي كده لما سافرنا، ان هي حابه النور وانا حابه الضلمه، اتخانقنا. اللي هو لا بقول لك ايه ده في ناس بتتخانق على نور التكييف اللي في الرقم ده، عارفه الرقم ده؟ لما عايزه انام. في ناس بتطفي النور ده كمان تتخانق عليه. انت متخيله اللي هو ده بالنسبه للناس ده مش نور اصلا، ده انا عايزه اولع النجفه، انا عايزه حاجه سهريه كده. فهي فكره ان انا هغير روتين حياتي، ده بيبقى خوف كبير جدا. بيبقى عندك كمان خوف من فكره ان انا قادر اشيل المسؤوليه دي اصلا. هو انا قد مسؤوليه الجواز؟ فانا اصلا خايف من نفسي، اللي هو ايه هتقدر تعمل ده؟ هقدر اعمل كل ده؟ هقدر اعمل اللي الناس بتقول عليه؟ فبيبقى في خوف رهيب جدا من نفسي. عندك كمان خوف، ودي بقى انت كنت شاورت لها في اول الحلقه، ممكن يوقفني ان انا ارتبط، ان انا اكون خايف اني اترفض. يا نهار ابيض. ايوه. وهنا الخوف من الارتباط مش حاجه غريزيه جوانا، مش باي نيتشر، لكن الخوف من الرفض دي غريزه جوانا.
انا خايف ان يعني انت دايما خايفه انك تترفضي، خايفه ان انا اطلع اتكلم بابليك سبيكينج الناس ترفض. تقول ايه اللي انت بتقوله ده؟ بالظبط، خايفه انزل بوست على الفيسبوك الاقي ناس بترفضه او بتاع. فاحنا الطبيعي ان احنا بنخاف من ان احنا نترفض، تمام، بس مش العادي ان انا خايف ان انا ارتبط. يجي من وراه كمان خوف الانفصال، وده برضو انتي اشرتي الخوف من الانفصال ده. يجي بقى ايه؟ طب ما هم إيه، ماما وبابا مثلا سابوا بعض وانا اتوجعت، انا هتجوز عشان اتوجع انا كمان والعلاقه ما تكملش. شاف علاقات كتير قدامه انفصلت، فيبقى اساسا مش عايز يدخل في علاقه عشان خايف ان هو بقى هنا يفقد. فخوف الفقد اللي هو غريزي برضو عندنا، إن احنا بنخاف من ان احنا نفقد اللي احنا اكتسبناه. لو انا كنت في علاقه قبل كده وفشلت، ده يوقفني ويخليني ان انا مش عايزه اخش في علاقات تاني، انا مش هتوجع تاني. فبيبقى خوف اني احمي نفسي واعمل شيلد كده، حاجز، علشان ما توجعش تاني. فانا اصلا مش داخل خالص فعلا، مش عايز. ممكن شويه انماط التعلق بتبقى متكونه عندنا من واحنا اطفال. ممكن شويه انماط التعلق الغير امنه، بس دي عايزه لها حلقه. دي قصة دي انا عارفة. ان انا ابقى خايف من فكره الهجر، ما ده برضو يوترني جدا ويخليني ابقى متاخر قوي ان انا ان انا اخش في علاقه، او مخلينيش مقدم على ان انا ادخل في علاقه. فدي حاجات بتخبط عندنا كده في حته اللي هو انا خايف، يعني حقيقه الامر انا خايف. من الحاجات اللي برضو توقف عن ان انا ارتبط، الخوف بقى ايه؟ ان انا اغير او اخسر معتقداتي اللي انا مصدقها اصلا. لان خلي بالك المعتقدات اللي في حياتنا دي الاوتو بايلوت بتاع مخنا، يعني ده اللي مبني عندنا كده في العقل اللاواعي اللي احنا ماشيين مسلمين بيه. تخيلي كده انت حاجه عايشه ومصدقاها بقالك 20 سنه، وحد عايز يجي يغيرها لك، هتغيريها في قد ايه؟ محتاجه ايه؟ كمان 10 سنين. محتاجه حاجات كتير عشان تغيريها. فدلوقتي احنا طول حياتنا احنا بنكتسب معتقدات، بغض النظر بقى المعتقدات دي صح غلط، انت عندك معتقدات بتبني عليها القرار بتاعك. مثلا تعالي مثلا بصي مثلا على الميديا، مثلا بتصدر ايه؟ اغلب الافلام والكلام ده كله قصص الخيانه، ان الرجاله خاينه. فيبقى حد شاف مثلا كيس خيانه في الواقع مع اللي عمال بقى يتصدر له بقى من الميديا، وان ان الرجاله خاينه. انا هتجوز عشان اتخان؟ مش هتجوز اصلا. ست نكديه. الموضوع ده يعني مش ممكن، زي الست ما بتعرفش تسوق. معتقد. يبقى انا هتجوز عشان يتنكد عليا؟ طب مش هتجوز. فيبقى في شويه معتقدات كده مفرملاكي وبتخليكي خايفه ان انتي تخشي في علاقه اصلا. من الحاجات المهمه جدا اللي انتي برضو اشرت لها واحنا بنتكلم، العلاقه بقى بتاعت الام والاب، دي على فكره دي بيز رهيب، ودي فيها كلام كتير قوي يعني. بس لو هنختصر كده القصه، النهارده البنت او الولد بياخد ايه، او البنت بتاخد ايه من علاقه الام والاب؟ الولد بالنسبه له علاقه الام والاب بيبص للام، وبالنسبه له هي دي يعني معامله الام للاب. الولد بيستقبلها اللي هو البوي، الولد الذكر في اسره عندها ولد وبنت، فالولد هيبقى بيشوف علاقه مامته مع باباه ويستقبل ان دي الطريقه اللي المفروض الراجل يتعامل بيها من الستات. تمام. بيشوف بابا وبيشوف بيعامل مامته ازاي، فيترسخ عنده فكرة دي الطريقة اللي الراجل بيعامل بيها الستات. فلو افترضنا ان ام او ست مثلا، علاقة مثلا ما بين راجل وست في الجواز مثلا، والست بتهين الراجل، بتتخانق معاه بطريقة مش لطيفة، او راجل بيهين او بيعنف ست او ايا كان، فده اللي يتكون عنده. فالولد يطلع حاجة يعني في الناحيتين، انا مش عايز يتعامل فيا كده، او انا مش عايز اعمل في حد كده، فده يوقفه عن الجواز. وكذلك البنت بتبص لمامتها، دي الطريقه اللي المفروض ان انا هعامل بيها الراجل، وبص لباباها ازاي بيعامل مامتها، دي الطريقه اللي الراجل بيعامل بيها الست. فانا هتجوز عشان واحد يعمل فيا زي ما بابا عمل في ماما؟ فنبص نلاقي ان دي حاجات بتوقفني ان انا اخش في الارتباط. انا مش عايز اكرر الوجع تاني، انا مش عايز اكرر الفشل تاني. فكل دي حاجات لو حطيتيها كده فوق بعضها، تلاقيها في الاخر جاية اساسا من الخوف والوجع اللي جوانا،
فبتوقفك عن ان انت تخشي تجربة بكامل ارادتك. ما هو الجواز ده قرار، فانا اللي هقرر واعمل كده في نفسي. ده انا بقى كل واحد بقى، ده انا خايف من كذا، انا خايف من كذا، خايف من كذا. وللاسف في يعني كتير من الحاجات اللي بتوقف عن الارتباط، عارفه ايه هي؟ مش بتاعتنا. يعني انت اصلا ما اتجوزتش، طب انت عارف انت لما تتجوز هتعمل ايه؟ ازاي؟ دي حاجات انت واخدها من كل اللي حواليك. طب انت بقى، بس للاسف محدش بياخد باله من الحته دي، او اللي هو الخوف بيبقى مسيطر على عقلك ومخك، فما بيخليكيش انك تاخدي بالك من الصوره الكبيره. ما بتعرفيش تعملي زوم اوت من احساس الخوف، ما بتعرفيش تعملي زوم اوت. حد مسحول بقى في دماغه بشكل مستمر، فبالتالي بالظبط، خاصة لو هو في حاجة مستمرة قدامه. يعني لو مثلا علاقة الأم والأب مثلا لحد ما أنا كبرت وبقيت في سن زواج مثلا، ولسه في مشاكل ما بينهم، أو أختي اتجوزت قبلي وجوزها ما طلعش كويس، أو أخويا اتجوز ومراته طلعت مش كويسة، يعني فاهمة، وحصل بقى مشاكل وبتاع. فأنا أساسا كبران وشايف ده، وده موجود. مثلا دلوقتي أختي بتيجي كل يوم معيطة، أخويا بيجي كل يوم يشتكي لماما. طب أنا هعمل كده في نفسي؟ على ايه؟ على ايه بالظبط؟ ما انا عايش تمام. وخلي بالك كل ما هكبر نرجع للنقطه بتاعت ايه، انا عندي مكتسباتي، ما انا عندي كل حاجه، ما انا عايش رايق، ما انا تمام اهو. اعمل بقى كده في نفسي ليه؟ فبلاها احسن. واي ثينك برضو عايزه اضيف اليكي فكره الانديفيدواليزم، اللي هي فكره الفرديه بتاعه الشخص. يعني انا عندي هويه مثلا ومتمسك بيها قوي، هويه ان انا زي ما تقولي مكتسبات، حته انا عندي شغلي، عندي شخصيتي اللي بعمله واللي بقدمه. ما يجيش حد في حياتي فيه قناعه مثلا معينه ان لو دخل الحد ده الحاجات دي بقى هتتاخد، والهويه دي كانها كده هتعمل بيلينج او هتتقشر، مش هتبقى عندي anymore. هنا في نقطتين عايزه اعلق عليهم. النقطه الاولانيه هتكلم شويه عن حته ان انت بقى عندك اغلب الحاجات اللي بتتكلم دلوقتي والترندز اللي طالعه، انت كفايه، انت تمام، تشتغل العلاقات. انت مش محتاج حد. بيبقى في حتة الفردية قوي. فبقت الدنيا عامة دلوقتي، او السيلف ديفلوبمنت، او الحاجات دي كلها بتفوكس قوي على انت تمام ومش محتاج حد وانت لوحدك. مع ان حقيقة الامر احنا اتخلقنا علشان نعتني ويعتنى بنا. ما نقدر يعني تمام، احنا تمام وكاملين وتامين، وربنا سبحانه وتعالى خلقنا في احسن تقويم وكل الكلام ده. انا مش يعني حقيقي، دي حقيقة. ولكن في نفس الوقت زي ما ربنا خلقنا في احسن تقويم، وزي ما هيبقى كل واحد مسؤول عن افعاله، وكل واحد انسان تام، الا ان احنا محتاجين حد يكملنا. في فرق بين اني تامة وكاملة. الكمال لله وحده، تمام. لكن انا، ومش معنى ان انا مش كاملة ان انا ناقصة، بس انا تامة، ربنا خلقني تامة. ولكن طبعا ينقصني العلاقات الاجتماعية. مش لازم يبقى جواز، ما هو مامتك، اخوكي، اختك، صاحبتك، القعده اللي احنا قاعدينها اهو. يعني ما انت ممكن نطلع كل واحد فينا يعمل فيديو لوحده بالظبط. بس البودكاست رايح جاي بالظبط. في طعم تاني، عشان احنا بني ادمين محتاجين ان يبقى عندنا تواصل بشري ما بيننا وما بين بعض. فحته الفرديه دي بقى برضو بتلعب في الدماغ شويه، اللي هو وانا اتجوز ليه؟ ما انا تمام، انا سعادتي من جوايا، انا كل ده انا مش معترض عليه. بس قد احنا اتخلقنا عشان نعتني ويعتنى بنا. سيدنا ادم لما اتخلق لوحده كان في الجنه مش في الدنيا، وحس انه محتاج انسان، فربنا خلق له ستنا حواء، وابتدوا رحله الحياه مع بعض. ف يعني اللي واخد القرار وهو قادر، هو محتاج ان هو يريفيزت ده شويه. النقطة التانية اللي أنا كنت عايزة أتكلم فيها في الحتة بتاعة الفردية، هي فكرة إن أنا عندي حاجات مش بس مكتسبات، أنا عندي أوجاع، وعندي داخليات نفسية ما حدش يعرفها، طفل داخلي وطفل داخلي مجروح قوي، اهم حاجه. وعندي ماضي، مش لازم يبقى ماضي يعني وحش، بس عندي ماضي، أهلي، حكاياتي، أسرتي. الجواز فيه يعني من اهم عناصره ومن اهم الحاجات اللي احنا دايما بننادي بيها ان هو يبقى فيه انكشاف نفسي. vulnerability بقى، ده من الاساسيات. ما هو انا واحد او واحده هعيش معاها بدرجه القرب دي، عايشين في بيت واحد وهنعيش سنين من حياتنا. ما ينفعش يبقى جوايا حاجه انا قافل عليها ومخبيها، لان الحاجه دي لو انا قافله عليها ومخبياها
هتضرب بينا على فكرة، هتضرب في اول خناقة، تضرب في التريجر ده. بصي تلاقي ردة فعل غير طبيعي، لان هو خبط في التريجر، خبط في حاجة جوايا. بس حضرتك هو ما يعرفش ليه، مش ان الحته دي عندي لسه ما انكشفتوش نفسيا. ففكرة بقى ان انا علشان العلاقة دي تنجح وتكمل ويبقى فيها ايه بقى، الرحمة والمودة اللي بنتكلم عليها. ما هو انا هرحم لما اعرف. انت يعني قصة المشهورة قوي بتاعت انت لو عندك هنا جرح في ايدك وجيتي خبطتيني كده وقلت لك اي تعمليش كده يا نادين، مش هتفهمي، وهتيجي كمان 5 دقايق اي نادين بصي انا هنا متعورة بليز ما شفتي بعينك عشان يبقى بس خلاص نادين هتعمل ايه، مش هتدوس على ايدي تاني. لو دي بقى دي مشكلة تانية، ده موضوع تاني بقى. أيوة. انها مش يعني خلاص مش هتدوس هنا. فهي دي الفكره، ان هو لازم يبقى في انكشاف نفسي عشان نقدر ان احنا نتعامل، نبني العلاقه، نبني اساسياتها، نرحم بعض، نعرف ايه بيوجع ايه ما بيوجعش، نقرب فين نخبط فين ما نخبط، والدنيا ايه تبقى واضحه ما بيننا فنرحم بعض. فكره بقى ان انا مطلوب مني ان انا اجيب حد وانكشف قدامه، هذا الانكشاف النفسي والعاطفي والذهني وكل حاجه تبقى متعريه قدامه نفسيا، دي رعب، دي خوف. وفكره يستاهل. طب هيعمل ايه لما يعرف؟ هيرفض يستخدمها ولا هيرفض؟ ومش هيستخدمها، هيقبل، هيرفض. لا 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 لا، بقول لك ايه، انا ما خليني في حالي احسن، او مراجع وقافل وشكرا مش عايز. دي برضو من الحاجات اللي تخليكي عايزة ترتبطي بس انت خايفة. وده بيحصل بقى في علاقات كتير. طب وحته لو انا دلوقتي جوايا حاجه ومش عايزها تنكشف، فهل ده رفض للذات اولا؟ يعني انا رافضها في نفسي فمش عايز اكشفها لحد تاني، فبالتالي مانعها عنه تماما. على حسب انت رافضاها ولا خايفة تواجهيها، تفرق. وخلي بالك فكرة اني اخاف اني اواجه حاجة جوايا هي طبيعية ومش سهلة. قرار مواجهة الاوجاع اللي موجودة جوانا دي محتاجة شجاعة، ومحتاجة قرار، ومحتاجة اصلا بقى قبل كل ده اني اعترف اساسا بيها. صح. فانت متخيلة بقى ان في جراءة في الاول كده مطلوب منك انك تعترفي لنفسك كده قدام المراية، انا عندي 1 2 3. طيب اعترفي بقى. ده ان انت تشيل حته الرفض ليها اصلا اساسا تشوفيها. يعني في اصلا ناس من كتر ما هي موجوعة فدفنة قوي، هي مش شايفة ده اصلا، قررت انها ترميه، مش هتشوفه. بس خلي بالك مهما دفناه عمرنا ما هنهرب منه. طبعا. هيطلع في ابسط الحاجات هتلاقيه بيطلع. وممكن ما تبقيش فاهمه انا كده ليه، ما ارجع كده اهدى، واجه، طلع، اتفرج، هتعرف هي فين. واعتقد ده بيجي من القعده مع النفس برضو، فكرة لما حد يقضي وقت مع نفسه اكتر يكتشف هو جوه فيه ايه. يكتشف هو فيه ويراجع نفسه. يعني نبقى عارفه الجمله كده اللي دايما يقولك دوري الكاميرا على نفسك. مش دايما لو هم عملوا كده فانا اتضايقت، طب ما مش اشوف دايماً هم. ليه انت اتضايقت من ده بالظبط. اقعد مع نفسك كده واعرف، سيبك منهم، انت ايه جوه هنا في ايه. دلوقتي فكرة ان حد، الفرق ما بين فكرة انه حد متعلق اللي هي حتة الكوديبندنسي، ان انا عايز يبقى دايما بنط من علاقة لعلاقة، لفكرة طب افرض عمري ما دخلت في علاقة وعشت حياتي بقيتها كلها من غير علاقة. هنا بقى عايزة افهم نقطة، نسبة ده هل هي اولا يعني حاجة توكسيك؟ فكرة ان انا دلوقتي حد بيقول طب انا جربت ومفيش حاجة نافعة وما لقيتش الشخص ومفيش شخص وقع في طريقي خالص، فإذا اوكي او تمام ان انا اعيش من غير علاقة بقيت حياتي؟ بصي، ان انا اعيش في علاقه تمام يعني طول حياتي من غير علاقه، ده برضو قرار من الشخص. تمام. فاحنا هنا محتاجين لما اجي اخد قرار في حياتي كده اختبره كده وانا قاعد كده مع نفسي. يعني علشان ايه ما بقاش باخد القرار عمياني. تمام. ففي 3 اسئله لطيفه قوي ممكن نسالهم لنفسنا لو انا مقرر ان انا خلاص مش عايز اخش في علاقات تاني. نلعب كده لعبه مع نفسنا، نسال 3 اسئله. اول سؤال، انا القرار ده بعدم جوازي بيخسرني ايه دلوقتي؟ تمام. السؤال التاني، انا قرار عدم جوازي اللي انا واخده بيكسبني ايه دلوقتي؟ فبقى قدامي الخسائر بتاعتي والمكاسب. السؤال التالت بقى تشالنجينج ليهم هما الاتنين، قرار عدم جوازي هيخسرني ايه في المستقبل؟
فانا يبقى قدامي وضعي دلوقتي، واتشالنج نفسي بان انا ابقى عارف انا لما اخد القرار ده قدام هيخسرني ايه. فقارن خسائر المستقبل بخسائر ومكاسب دلوقتي، وقارن مكاسب دلوقتي بخسائر دلوقتي. انا تمام، اوكي جو اهيد، بس باخد قرار واعي. انا مش تمام، فكر بقى، شوف محتاج بقى تظبط ايه وتظبط ايه فين وتشيل ايه وتحط ايه. بس ان هو انا واخد قرار كده وانا مش دارسه. مش دارسه، طب ما هو انا هاجي بعدين ممكن القرار ده اكتشف انه هو غلط بس بعد فوات الاوان. طب ما احسبها من دلوقتي وعادي بقى، ساعتها انا باخد القرار يعني بكامل ارادتي وقوايا العقليه، تمام انا موافق ان انا اخسر كده، وانا راضي ان انا كسبان كده، وموافق ان انا قدام هخسر 1 2 3 4 5. فتمام انا تمام. فلما يحصل ونيجي قدام والخسائر دي تيجي، وممكن تيجي ممكن ما تجيش، كله بايد ربنا يعني، بس نفترض انها جت، ساعتها في فرق بين اللي هو هنا بقى ايه اللي هو set your expectations. ما انا خلاص وانا لازم set my expectations بس في حاجات حلوه ما اخدهاش. طب ما نسيت الاكسبكتيشنز كده على النتائج اللي ممكن ان انا اتعرض لها، فلما تحصل اوكي خلاص انا كنت عارف ان ده هيحصل، تمام يعني ما فيش مشكله. عارفه لما العربيه تبوظ منك بالليل وانت بكره عندك شغل وتنزلي وانت عارفه ان العربيه بايظه، يعني هترياكتي بطريقه مختلفه تماما عن لو انت نازله رايحه الشغل وبتدوري العربيه لقيتيها بايظه. خلاص انا من الصبح هصحى بدري، هاخد وسيله مواصلات تانية، هشوف العربيه تمام، هسيبها، هنزل اتمشى لحته اقرب، خلاص مسستمه نفسي. انما انا نازله الصبح ومعايا شنطي وحاجتي بتاع ونازله ادور العربيه ما بتدورش. بس set your expectations في مكاسبك ومخاسرك، قيسها، خد قرار واعي، ويعني at the end كل واحد يعني القرار اللي بياخده هيتحمل عواقبه يعني، حلوة او وحشة يعني. وخلي بالك يعني قرار صح او غلط احنا مش بنعيش حياة بعض. فانا لو جيت بغلطك في قرار، يعني بغلطك في قرار based on وجهة نظري، الاكسبكتيشنز بتاعتي، معتقداتي، افكاري، ممكن يبقى في حاجات جنرال، بس at the end مش كل غلط بيوجع بنفس الطريقة، ومش كل صح بيبسط بنفس الطريقة، عشان احنا مختلفين. طب واحنا بنبني الوعي في الحتة دي، ازاي حد عنده الخوف من الالتزام وتفر درجته ايه يتعامل بقى معاه؟ هو اول حاجه لازم يبقى مبدئيا عنده مرونه في التفكير، ان هو لما يقعد مع، يعني اول حاجه خلينا نرجع خطوه كده لورا، اول حاجه لازم يعترف ان هو خايف. طب ايه العلامات اللي تقولي ان انا واحد بيخاف من الالتزام او الارتباط؟ عندك اول حاجه ان انا اول ما حد يجي جنبي يتكلم على سيره الجواز اتعفرت، محدش يقول محدش يجيب سيره الجواز دي، انا مش هتجوز، لا 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 لا, لا انا مش في الكلام ده. فاصلا ايه بيقفل الموضوع من البدايه، تمام. حصل ان هو الكيمياء الكبرى لعبت وحبيت واعجبت بحد وخلاص بقى، واحنا يعني ان شاء الله هناخد الخطوه، تبصي تلاقيني فص ملح ودب من غير اي اسباب، واختفي وانهي العلاقه. انت تستاهلي حد احسن مني، انا مش ليك. دايما تستاهلي حد احسن مني دي، يا نهار ابيض. بدون اسباب، بدون اسباب، انا مش بتاع ارتباط، انا اسف، عارفه اللي هو، او صدقني مش انا الزوجه اللي تساعدك، عارفه مفيش اسباب ونجري. تالت حاجه ان انا بسوف، لا ثانيه واحده بس، اصل انا يعني مسافره بس 2 3 كده اعمل ماسترز وجايه. بالظبط كده يا جماعه، لا ان شاء الله في ترقيه جايه لما اترقى واخد البونص وبتاع واجيب بقى البيت اللي عايزه. يا جماعه بصوا ثانيه واحده بس، اصل احنا ايه يعني عندنا بس كده لازم اوضب الشقه ولازم اجيب عارفه الفيلم اللي هو اسرائيل من اسبانيا تسويف 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 من اجل ان انا ايه محدش يتكلم معايا في موضوع الجواز ده. لو الثلاثه دول موجودين عندي يبقى انا محتاج كده ايه اقعد كده مع نفسي افهم هو انت بتعملي كده ليه، انت بتعمل كده ليه، خاصة لو ظهر حد على الساحة كويس يستاهل ان انا اديله فرصة. يعني مش بقول اتجوزه، احنا ما بنتجوزش على طول،
لا ده في يعني تقييم وبتاع، ولازم نختار بقى أسس الاختيار دي برضو حلقة لوحدها. ولكن لما يبقى في حد اللي يبدي منه ان هو كويس وانا قادر وتمام وفي المرحلة اللي تسمح بده ومفيش موانع، بس انا لقيت نفسي بلعب حاجة من التلاتة دول، محتاج اقعد مع نفسي واشوف ايه. فاول حاجة ان انا اعترف واكتشف ان انا اصلا عندي خوف من الارتباط او الالتزام. لان في حتة هنا، هو اصلا مفيش حد مش ملتزم. انا لو مش متجوز ولا مش خاطب ولا مش في علاقة، ستيل ملتزم تجاه نفسي، تجاه شغلي، تجاه ربنا سبحانه وتعالى، تجاه ديني. في التزام يعني كده، ومفيش حرية مطلقة. الحرية اللي انا خايفة ان انا اخسرها دي، هو اصلا مين حر يعني حر انطليق؟ ما احنا في دين ليه القوانين بتاعته اللي بنتحرك في اطارها، في قوانين الدولة اللي احنا بنتحرك في اطارها. حتى لما بروح الشغل، ما انا في مواعيد الشغل 8 9 ساعات الشغل دول، ما انا حريتي مقننة بالاطار بتاع المكان اللي انا فيه. ففكرة ان انا هخسر حريتي، هو اصلا انت حريتك اللي هتخسرها هي اساسا مقننة، هو شكلها هيتغير. فكرة ان انا بخاف من الالتزام، طب ما بالراحة بس كده، ما انت اصلا ملتزم. برضو الالتزام شكله هيتغير، هيزيد فيه حاجات، هيتحط فيه حاجات، وبتبقى ايه، لعبة الكراسي الموسيقية بقى، اللي هو في تنازلات هتحصل. وقصاد كل تنازل طبيعي جدا ان هو انا علشان يعني عشان اجي اقعد على الكرسي عندك هخسر الكرسي بتاعي، هتنازل عن الكرسي بتاعي عشان اجي اقعد على الكرسي بتاعي. بس هل ده معناه ان انا ما قعدتش؟ هل ده معناه ان انا مش مرتاحة؟ لا تمام، ما هو مش كل ما بتنازل عن حاجة واخسرها انا بروح لحاجة وحشة او حاجة اوحش. ليه؟ عادي ممكن تبقى حاجة حلوة، بس هتتطلب مني اني اسيب اللي في ايدي دلوقتي. فدي حاجات كلها محتاج ان هو يفكر فيها. محتاج كمان يبقى بيسأل نفسه سؤال مهم، هي دي تجربتي انا، ولا ده اللي انا حافظه، ولا ده اللي انا شفته، ولا ده اللي انا اتعلمته؟ لان في ناس تمام بتمر بتجارب سيئة، بس حتى لو التجربة هنقول انها يعني مش انا اللي دخلت في علاقة واتأذيت، هنقول مثلا انها تجربة الام والاب. طب انت ايش عرفك ان انت هيحصل ان البارتنر التاني هيبقى زي وعايزه اقولك على حاجه، هو اصلا لو انا نفسي كنت في علاقه وفشلت، ده مش معناه ان علاقاتي كلها هتفشل. لان لو يعني العلاقات بتبقى زي كده بوند ما بين الاتنين دول سابوا بعض، البوند دي اتفكت، مش هتتكرر. يعني البوندنج ده مش هيتكرر. لما انا نفسي هروح ارتبط بواحد تاني، هتبقى بوند جديده بناء على الكيمستري بتاعت الشخص التاني. فستيل مش معنى ان انا عندي علاقات فشلت يبقى علاقاتي اللي جايه بالطبيعي هتفشل. وارد اصلا ما كنتش دخلت في ولا علاقه، وارد تكون مامتي وبابايا احلى علاقه في الدنيا، وكل اللي في العيله متجوزين وسعداء واصحاب وكل حاجه حلوه وفظيعه، وانا يعني شايف الجواز ده احلى حاجه في الدنيا بس اجي ارتبط انا علاقتي تفشل. فما يعني محتاج اريفيزت اللي انا مصدقه ده. اولا انا جايبه منين؟ انا شفته ولا انا عشته؟ طب لو ده انا عشته، ايه الحاجات اللي تخليني اتفاداه قدام؟ لان اي اكسبيرينس انا بدخلها لازم اقيمها. سيبك بقى من الجواز، اي اكسبيرينس في الدنيا انا دخلتها فشلت فيها، لو عملت برزنتيشن وحشه في الشغل، طب ما انا لازم اقيم نفسي، انا عملت برزنتيشن دي وحشه، هل ده معناه انا ما بعملش برزنتيشنز تاني؟ خلاص بقى كده اقول يا جماعه انتوا عارفين ما بعملش اصلا انا فشلت في لا عادي، اتغلطت تمام، تعالى هي عملتي ايه ان شاء الله البرزنتيشن الجاي البوينتس اوف امبروفمنت برضو اللي ممكن اطوره. بالظبط. ودايما نلعب حته المكتسبات والخسائر دي مهمه جدا، دي بتخليكي تعرفي انت واقفه فين دلوقتي وقدام انت رايحه فين. بجد ثانك يو سو ماتش يا انجي على الكونفرسيشن الفروتفul دي، كانت استفدت منك جدا. بجد كان شرف ليا ان نتكلم في حاجه عميقه زي كده، واتمنى تبقى برضو بتفيد الاودينس بتوعنا. يا رب ان شاء الله. وانا استمتعت جدا باللقاء معاكي قوي بجد. ميرسي. شكرا ليك يا جميله. احنا بكده وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا، اتمنى كانت تكون مفيده لكم. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب لمحتوى اكتر. يومكم جميل.